كانوا اسوء، بن قرينه والفريق توفيق. واذا تحب نعطيك شيء ما عطيتوش الواحد كيف التقيت مع الجنرال توفيق، نعطيك مع الشخص هذا اللي تكلموا عليه، انا والله لا اعرفه. سمعت قالوا عقيد ما نعرفش اسمه طيبي والله لا اسمع به. نعم. والله لا اسمع به ولا اعرف هذا الشخص هذا ولم التقي. ثم اذا كان الجنرال توفيق حوس على عميل او المخابرات حوست على عميل، اول ما يجيش عميل ولد البلد ليس عميل، تجيب واحد طلعوا ديريكت عند الجنرال توفيق اللي كانوا هما هذا يسموا فيه رب الجزائر، يعني من ورق الانسان بسيط، واحد منهم قال بن قرينه راعي، يجيبوا هذا الراعي حسب الدعايه وهو، رغم ان الراعي هذا راهو شرف لا ادعي لان مهنه الانبياء، ولكن فرض علي ان اكون راعيا على اناس عنصريين مثله، وان اتعامل مع اناس وان اكون هاديا وعاقلا ومتسامحا مع هؤلاء. نقول لك لما الشيخ نحناح رحمه الله عليه عدد من الإخوة ما نذكرش أسماءهم رفضوا الدخول إلى المجلس الوطني الانتقالي. ثم لماذا الشيخ رحمة الله عليه دخل المجلس الوطني الانتقالي؟ لأن كنا نعيش مرحلة انتقالية وكان لابد أن نعود للمرحلة الدستورية، فقالوا للشيخ رحمة الله، قال الشيخ نعم ندخل للمرحلة الانتقالية من أجل التسريع. المهم الحوار هذاك سمعتوه في الشروق للأمانة، يعني باش بن قرينه بالفعل ما يعرفش فريق توفيق قبل ما يدخل مجلس الانتقالي، ودخل السي ان تي، وبالفعل كان نقابي لانه هو كان معلم في ورقله وكان داخل في النقابه والسنديكا وكذا، ومعلم من هذوك المعلمين تاع السنديكا والنقابه والدفاع عن العمال وكذا. انخرط في حركه حماس وكان ناشط وكذا. شافوا الشيخ نحناح من جميع الناشطين لكاميكاز انتحاري يدخل ما كانش مشكل. في 94 كان الفريق توفيق اللي كان يسير شؤون الدوله، يعني بصراحه اللي كان يسير شؤون الدوله يعني سياسيا هو الفريق توفيق. عسكريا كان خالد نزار، كانوا زوج اللي يسيروا البلاد عسكريا ونوعا ما يعني هكذا بصفه عامه. خالد نزار مع المجاهد المرحوم علي كافي اللي كان رئيس مجلس الدوله. وسياسيا وامنيا والكواليس فريق توفيق. اذا فريق توفيق طلب من الشيخ نحناح، كانوا شفنا مجموعه من الشباب عندكم يدخلوا في المجلس الانتقالي. الشيخ نحناح كان يبحث على مجموعه من اللي يقترح عليه الناس تخاف بالفعل، وخاصه اللي يسكنوا في العاصمه ولا البليده ولا الوسط، لانه قيادات حركه حمص في ذاك الوقت معظمهم من البليده، اللي مآمنين فكر الشيخ نحناح معظمهم من البليده ومن العاصمه، من يعني من تيبازا، من الوسط، ما يسمى بالناحيه العسكريه الاولى. الشيخ نحناح شاف واحد من الصحراء، جاي من الصحراء قافز وعابي، جاي من الصحراء ما كانش ارهاب، ناقص الارهاب. قالوا بن قرينه انت نحتاجك تدخل معنا، قالوا قال دخل. وبالفعل مر بالكولسه، هو قالها مر بالكولسه، دار كولسه منا ووليد الصحراء وكذا، قفز وكذا وقافز. ترشح لي لجنه الشباب والرياضه وفاز مقارنه بجماعه اخرين اللي كانوا خاطيهم فاز، ولا رئيس لجنه الشباب والرياضه في مجلس الانتقالي. وزير الشباب والرياضه في ذاك الوقت كان على علاقه مع الفريق توفيق اللي هو سيدي علي لبيب. سيدي علي لبيب اللي اصبح فيما بعد مدير عام الجمارك في وقت بوتفليقه لانه خرج وعاود رجع. طبعا كان وزير الشباب والرياضه لمده تقريبا 9 شهور هذا في حكومه مقداد سيفي. هذه محطات انا نتكلم عليها لاني عشتها، نعرفها، انا شاهد امور هذه نتكلم عليها لاني كنت شاهد في الامور هذه. سيدي علي لبيب هو اللي كان على تواصل مع الفريق توفيق. فريق توفيق كان بحاجه الى يسموه عصافير ناظره. فريق توفيق كان حاب يريكريتي جماعه يولوا على التواصل مع جهاز المخابرات اللي يمشوا البرنامج اللي المخابرات تحوس عليه، اللي هو يعني زرع كما يقول لك الناس فكر المواطنه وكذا وكذا، وخاصه في تيار الاسلاميين.